فكرة جديدة قد تكون علاجا شافيا لأصحاب مرض الحنين إلى الوطن، ألا وهي رؤية علم بلادهم في المهجر. مبتكر الفكرة شاب التقيناه عن طريق الصدفة في ضواحي ديترويت، حيث كان يقود دراجته النارية التي أخذت شكل العلم العراقي وكأنه مرفرفا في الأرجاء. شدنا الفضول للتعرف عليه، وهو حسام الركابي الذي ترك العراق مرغما بسبب نظام الطاغية المقبور عن عمر يناهز 13 عاما، وبقيت الذكريات مغروسة في قلبه وعقله. حسام الركابي، أهلا وسهلا بك ويانا على قناة الاتجاه الفضائية، ونرحب بك طبعا أجمل ترحيب على فكرتك الحلوة. بداية حسام أريد أسألك، مين طرأت هاي الفكرة؟ وشون بدأت؟ وشون وصلنا لهاي النتيجة؟ والله أنا حلمي كان يعني أمتلك ماطور من كنت صغير بالعراق. لما جينا هنا الحمد لله والله انطانا بأمريكا يعني تمكنا، اشتريت ماطور. سمعت قرار العلم العراقي راح يغيروه على الحكومة الجديدة. تعرف علمنا هذا يعني نتذكر أيام المدرسة أيام الطفولة. حاولت أرسم على الماطور، طبعا أكيد هواي من الأصدقاء والجماعة عارضوا قالوا بأمريكا وراح تجيك يعني تعرف يعني شبهات ومضايقات من البيض ومن شو اسمه. الحمد لله سويته وكمل وماكو أي مشاكل. وين نفذت ومنو ساعدك؟ يعني وحدك او انت؟ لا مو بوحدي، الفكره مالتي والتنفيذ اني وولد صديقي اسمه محمد الشويلي. سويتوها بالبيت بجراج؟ وين سويناها بالجراج اسمه رايت تشويس مال اخويا وصديقي ابو همام، عراقي طبعا عراقي، ادريس الشبلاوي. ولد يعني شرجك فلوس شيله؟ لا ما تشردنا بصراحه، لان قال ما دام علم عراقي، قلت له راح نطول اسبوعين، قال ما دام علم عراقي المحل كله لكم. انت متاقلم هنا يعني تتكلم اللغه الانجليزيه بطلاقه، بس شنو اللي رابطك بالعراق؟ وطنك هذا، بلدك اللي تربيت به، بلدك اللي تعلمت به، بلدك اللي صاحبت به، بلدك اللي يعني اهلك وناسك. يعني اذا تنسى بلدك، يعني اذا بلدك تنسى يعني ما عايش بعد. يعني صحيح عشنا بامريكا ووفرتنا كل شيء، بس تبقى يعني يبقى بلدك بدمك، يعني يبقى بلدك بقلبك. انا اذا اشوفك خاط على ايدك، يعني هو يسموه تاتو، بس هو يعني خط عربي وطبعا مخطوط بطريقه جميله ومحكمه. شنو مكتوب به هذا؟ هذا ان كان حبي للعراق جريمه فليشهد التاريخ اني مجرم. طبعا ان شاء الله انت مو مجرم، لانه حبك لبلدك هو مو جريمه. حب بس يعني باسوء الاحوال انت مصمم ومتمسك بعراقيتك. شيء اكيد. لم يكتفي حسام بالدراجة النارية لاستحالة قيادتها في الظروف الجوية السيئة وفي الأماكن الجبلية، فتطورت الفكرة لتحويل سيارته المرسيدس إلى نسخة أخرى من العلم العراقي. وعلى الرغم من مصاعب الحياة وانشغالات العمل، إلا أنها لم تؤثر على هذا الشاب ليضحي بمدخراته ويصرفها لتنفيذ العلم العراقي على سيارته الشخصية ودراجته النارية. وبهذا يستطيع تحقيق حلمه المنشود بنشر العلم العراقي في كافة أرجاء الولايات المتحدة على حد تعبيره. المحيطون بحسام من أقارب وأصدقاء كان لديهم دور الدعم والتشجيع، إذ يعتقدون أن المبدأ الأساس من الفكرة هو الروح الوطنية وحب العراق. لم لا وهو صاحب الامتياز، إذ لم يسبق لأحد من قبله بنشر علم بلاده بهذه الطريقة. والله اول ما سوى الدراجه عجبتني، كان فكره حلوه. سوى علم العراقي، فخرنا احنا العراقيين هنا بامريكا انه سوي لنا علم، نشوف العلم العراقي بامريكا. ولما قال لي راح يسوي السياره صراحه ما صدقته، بس لما سواها طلعت حلوه الحمد لله والشكر، توفق كل زين. فكره حلوه وكلش يعني عجبتني. طبعا هو يعني اول شخص سوى هاي الفكره، يعني اول شخص بامريكا سوى هاي الفكره انه علم عراقي ويفتر به هنا بولايه ديترويت، وطبعا عنده هو حلم انه يفتر كل امريكا به. حسام صاحبي وصديقي واني صاحب المحل، وعرض عليه الفكره، وفكره وطنيه ولازم اساهم بها، وانطيته الجراج هو والمواد مالته، والحمد لله حقق احلامه، وفكره حلوه وانا معجب بها جدا صراحه. لكل منا طريقته الخاصة للتعبير عن حبه للوطن، ولكن قد يكون الشعر الأكثر تحريكا للمشاعر في أغلب الأحيان. في القلب أم في حدقات العيون، أضمك يا كل الدنا يا عراق. هكذا قد يصف العراقي المغترب حبه لبلده، ولكن حسام لم يكتفي بهذا القدر، بل مضى قدما
لينشر رمز الأمة العراقية في بلاد المهجر عن طريق رسمه العلم العراقي على دراجته النارية وسيارته أيضا. مصطفى العبدلي، قناة الاتجاه الفضائية، ديترويت.